اخونا سامر دخل الاسانسير وتفاجأ ان ما فيه اساسا باب داخلي ولا اي شيء. باب ايه؟ ما ده باب اهو. مش ده باب يا كبير ولا ايه؟ شيء غريب فعلا. صراحة سألت ليه فعلا في بعض الدول العربية يحطون الاسانسير دائما بدون باب حرفيا، ولقيت بعض الاجوبة فيه اللي يقول ان يا اسطى ده بقى ده العادي، هو مش ده العادي؟ احنا ما عندناش اسانسير لحد دلوقتي، العماره مش راضيين، الناس بتتباكس مش راضيين يدفعوا فلوس الاسانسير عندنا في العماره، فعادي يعني، احنا عندنا اسانسير من غير بيبان صباح الفل هننط، فاهم؟ اللي يلحق بقى، فاهم يعني. مصاعد قديمة مصممة بهذا الشكل، واللي قديمه ايه ده؟ الزيرو عندنا بيبقى كده. صممت في اواخر التسعينات. فيه يقول ايضا ان الناس اواخر التسعينات يا عم، ما تحزناش على حالنا بقى يا عم، ده احنا ده ايه ده العادي يعني، كده اسانسير خدامين ده ولا ايه؟ مش فاهم. لا تجيب هذه المصاعد القديمة بس بسبب ان سعرها رخيص، لانها بدون باب يعني ما فيها وسائل سلامة اصلا. واخيرا فيه واحد اضاف تمام يا عم، ما تضايقناش بقى، ما تضايقناش على حالنا بقى يا عم، الحمد لله الحمد لله يا باشا.